السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم رز بالبطاطس، وصفه كده سهله واقتصاديه وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت خالص. تنفع كمان لوصفات اخر الشهر، فجربيها وان شاء الله تعجبك جدا. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. اول حاجه معايا حله على النار، ضفت عليها معلقه كبيره من السمنه، واول ما بدات تسيح معايا نزلت عليها ببصلايه مقطعاها صغير، وقلبتها كده تقلبتين لحد ما اتشوحت معايا وبدا لونها يدبل واصفرت كده معايا سنه. هبدا ان انا اضيف معاها حوالي كده نص معلقه صغيره من الثوم المهروس، وبرده هقلبه كويس جدا لحد ما ابدا اشم ريحه البصل والثوم مع بعض. هضيف عليهم بطاطسيتين كده مقطعاهم مكعبات. تقدري طبعا تضيفي الكميه اللي انت عايزاها في البطاطس، يعني الكميه مش متحدده خالص، براحتك جدا على حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها، بس اهم حاجه قطعي المكعبات تكون قد بعض. وبعد كده هضيف معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الملح، وكمان هضيف مكعب من المرقه. وبعد كده بقى نقلب كل المكونات كده مع بعض، والبطاطس تاخد تشويحة حلوة. وبعد كده هضيف عليها كوباية من الرز المصري. الرز انا غسلته وصفيته ما نقعتوش. برضو هقلبه كده واديله تشويحة حلوة علشان خاطر عايزة الرز بتاعي يعني يدوب كده ينشف من المية بتاعته علشان ما يعجنش معايا. برضو من الخطوات اللي بتخلي الرز يعجن معاكي ان انتي مش بتديله التقليبة والتشويحة دي، فبيعجن معاكي. فاجربه كده، لو بيعجن معاكوا الرز قلبوه الاول على النار لحد ما يتشوح كويس، وبعد كده ابدأوا اضيفوا المية بتاعتكم. طبعا انا ضايفة كوباية من الرز المصري، هضيف عليها كوباية من المية. المية كمان اللي انا بضيفها بتكون مية مغلية، يفضل جدا، هتبقى حلوة جدا، مش هتعجن معاكي الرز، وكمان هتسرع كده في عملية السوا بتاع الرز وما ياخدش معاكي وقت. واول ما الرز هيتشرب كده هغطي عليه الحلة تاني وهوطي النار على الاخر، ومش هقلبه خالص. ولو حبيتي ان انتي تقلبي الرز هيبقى هتقلبيه مرة واحدة، ويفضل يكون بالشوكة، عمر ما هيعجن معاكي ابدا. وبس كده هيبقى جاهز معانا بعد ما يستوي بالشكل ده. شكله حلو جدا وطعمه حلو كمان، حطيت عليه رشه كده بسيطه من البقدونس عشان تكسر اللون. وزي ما انتوا شايفين كده مفلفل وجميل قوي، وريحته وطعمه في منتهى الجمال. متاكده بجد لو انتوا جربتوه هيعجبكم قوي. ممكن تاكلوه كده مع شويه سلطه او بانيه او كفته، يعني بصوا هيليق معاه حاجات كتير قوي. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير.